ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وجبة البيف استراجانوف اللي هي بتتعمل في المطاعم على طول. بس هنعملها بمكونات موجودة في بيوتنا عادي. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعالوا نشوف بتتعمل ازاي. هنجيب نص كيلو لحم هو متقطع شرايح. انا بقى هقطعه بالعرض كده شرايح ارفع. ونحاول ان احنا على قد ما نقدر نخلي الشرايح مقاسها قريب من بعض علشان تاخد نفس السوا زي ما انتوا شايفين كده، ده بيبقى الرفع المطلوب عشان ما تاخدش وقت على النار وفي نفس الوقت تستوي كلها زي بعض. هحطها في طبق واتبلها بملح وفلفل. هجيب طاسة سخنة وهحط عليها معلقتين زيت زيتون او اي زيت عادي. وهبدأ ارص فيها اللحمة بتاعتي. انا مش هحط اللحمة كلها مرة واحدة، هحطها على دفعات علشان كلها تستوي سوا مظبوط. برصهم كويس جدا علشان خاطر كل واحدة تاخد سوا مظبوط، ما يبقوش فوق بعض، افردهم. هاسيب كل وش على النار كده، كل وش هياخد حوالي دقيقتين ل3 دقايق لحد لما لونها يبقى بني كده وما يبقاش فيه اي حتت حمراء، وتبدأ تاخد لون بني زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اقلبها وهسيبها كمان دقيقتين على الوش التاني. اول ما تبدأ تاخد لون بني كده حلو، هشيلها واحط بقى الدفعة التانية. وهي تقريبا يعني الكمية هتاخد مرتين او 3 بالكتير وتكون كلها استوت. باكمّل بقية الكمية اللي عندي لحد لمّا كلّها تبقى باللون الجميل ده، هاشيلها على جنب، وهاخد بقى الطاسة اللي كنت محمّرة فيها اللحمة، هاحط فيها مكعب زبدة كبير كده، وهابدأ أقطّع شوية مشروم، يعني حوالي كده ربع كيلو. هانزّل بقى المشروم في الزبدة اللي أنا حطيتها في نفس الطاسة اللي هي فيها طعم اللحمة كلّه. المشروم أهم حاجة ما تحطوش عليه ملح أول ما تيجوا تشوحوه، لأن أول ما بيتحط عليه ملح بيطلّع كل المَيّة اللي فيه وبيدبل بسرعة جدًا، فهنفضل نشوحه كده وهنخلّي الملح في الآخر خالص. هابدأ أبشر جزراية وهانزّلها في نفس الطاسة برضه تتشوح، وكمان هاقطّع بصلاية كبيرة شوية، هاقطّعها بس شرايح وهانزّلها كمان معاهم. هاشوّحهم في نفس الطاسة مع المشروم. لو أنا حسيت إن ما فيش زيت أو ما فيش زبدة ممكن أزوّد يعني نُص معلقة زيت كده في الأرضية علشان يتشوّحوا كويس. هاقلّبهم كويس مع بعض لحد لمّا يبدأ الخضار يدبل شوية. هاقطّع بقى فصّين توم عليهم، ممكن أستخدم المفرمة وممكن أقطّعهم على إيدي عادي. هانزّل التوم وهابدأ برضه أدّي له تشويحة كده مع بقية الخضار اللي عندي. أول ما يدبلوا كده وياخدوا مع بعض لون واحد، هابدأ إن أنا أزوّد معلقة زبدة ومعلقتين دقيق كبار علشان أعمل الصوص بتاعي. هاقلّب كويس جدًا و وأستنى شوية كده لحد لمّا الدقيق كلّه يتشرّب في الخضار بتاعي علشان ما يعملش كلاكيع في الصوص. أنا هاعمل الصوص دوّة بلبن، بس عشان كده حطيت معلقتين دقيق. لو هتستخدموا كريمة طهي ممكن تخلّوا معلقة دقيق واحدة وتعملوا نفس الخطوات. هابدأ أتبّل بقى، هاحط معلقة ملح وربع معلقة فلفل، حطيت نُص معلقة كزبرة ونُص معلقة ريحان. ممكن تستغنوا عن الريحان تحطوا زعتر أو أي حاجة بس بيعمل طعم حلو. وهاحط دلوقتي حوالي كوباية لبن كبيرة، وهابدأ إن أنا أقلّبها كويس جدًا في الأول علشان اللبن يخش مع الدقيق. هافضل أقلّب لحد لمّا يبدأ الصوص يبقى سميك ويتخن معايا وياخد الشكل ده أو القوام ده. الوصفة الأصلية بيتحط لها صوص worcestershire وبيتحط لها كمان mustard dijon، بس إحنا هنشيلهم نضيف كمان شوربة لحمة. نقسم بس اللبن، نقلل كمية اللبن عشان نقدر نحط صوص اللحمة ونستناه نشوفه لحد لمّا يتخن كده ويتقل زي ما إحنا شايفين كده. أول ما باتأكد إنه تخن بابدأ أنزّل بقى اللحمة اللي كنت سايباها على جنب، وهاقلّبهم مع بعض وباسيبهم تقريبًا حوالي دقيقة أو دقيقتين ياخدوا بس من طعم بعض. باقدّمها هي الأصلية بتتحط معاها mashed potato، بس أنا حبيت المرّة دي أحط معاها رز وطعمها بيبقى خطير جدًا. بجد الوصفة سهلة أوي، ما بتاخدش وقت. جرّبوها وقولوا لي رأيكم فيها إيه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات. بالهنا والشفا، باي باي.